إنني أرجو ألا يرحل الثوار عن الميدان. يظل المصريون هناك يتناقلون الراية جيلا بعد جيل، يسطرون لهذه الثورة آيات الخلود والرفعة. من فضلك خليك في بيتك دلوقتي، بلاش تخرج، خلونا نشوف شغلنا. يعني عافينا البلاد من أزمة كبيرة جدا واقتتال بين الناس وبعضها، وقلنا احنا مستعدين يكون الاقتتال معانا، احنا نبقى بديل عن الشعب المصري. خلي بالكم، بدل ما المصريين يقاتلوا بعضهم، لا قتلونا احنا ونحمي الكل بقى، لان اللي هيقتلونا كام؟ لكن لو المصريين كلهم مع بعضهم كانت هتبقى حرب كبيرة قوي يموت فيها آلاف ويمكن ملايين. لكن معانا احنا نستحمل ده لاجل خاطر بلادنا. انتوا بتلومونا على حبنا لبلادنا ولا ايه؟ طبعا انا عارف مين بيحكم مصر، وعارف كويس قوي مين بيحكم مصر. اللي بيحكم مصر هو الفريق عبد الفتاح السيسي بشحمه وبلحمه، عشان تبقوا عارفين. مستشار عدلي منصور ده راجل طيب قاعد في مقر رئاسة الجمهورية وخلاص. الواد ابن منصور سعدت بالغندور، شغل الواد السيسي دايما عبد المأمور، شغل الواد السيسي دايما عبد المأمور، دايما عبد المأمور طرطور.